السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بجميع المتتبعين. خوتي وخواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى يوجدكم بصحة جيدة، سواء الناس اللي كيتبعونا من داخل المغرب أو من خارج المغرب. وغادي ندخلوا مباشرة في الموضوع. موضوع لبنى يا لبنى، لبنى يا لبنى، اللي توصلت عاوتاني بشكاية من عند مخناشي. نعم، داكشي اللي هضرت في مخناشي نضت دارت بها شكاية، والشكاية ديالها تفعلات وغادي توصل لبنى بالشكاية ديال سميرة. المهم هذا من جهة. من جهة أخرى لبنى اللي دارتو تينوضوا الناس تيعاتبوها وتيهضروا عليها وما تيخليو لها حتى شي ركعة من حسابها. علاش هاد لبنى اش دايره لكم؟ كدير الروتين ديالها طبيعيه، داخله سوق راسها، ما كتهضر في حد، ما كدوي في حد. هانتوما شتيو كيف مشات الخرجة ديال يوسف ملي خرج من الحبس، بقات الفوق تتساين حتى طلعوا وسلم عليها وهذا، ودارت الواجب اللي كان خصو يدار، واخا انها مدابزه مع يسرى ما وصلتش لجهتها نهائيا. وشفنا من بعد ان يسرى دارت الدخله على حقها وطريقها، دارت الترهتر وعرضت على يوسف وعلى ام يوسف الفاسيه وعلى عماتها وعلى هذا، ما عرضتش على هانتوما ما شتيوش. ما كانتش لبنى، ما كانتش مرات عبد الوهاب، ما كانش ولاد عبد الوهاب. المهم عرضت على اللي بغات، والاخرين ما سوقاتش ليهم. وكنشوفوا بان حتى الزوج ديالها ما كانش حاضر في هذه العزومه هذه. ما هذا ولماذا؟ غادي نقول لكم. هي لحد الان عايشه في رعب مع هذا السيد هذا نهائيا. هذه ماشي حياه اللي عايشه، وما راضياش تطلق. اولا لانها حامله، وثانيا عاود غادي ينوضوا الناس يهضروا فيها ويقولوا اللي كاين واللي ما كاينش. ولكن هي عايشه العذاب مع هذا السيد هذا. راه سمعت حتى من الضرب تيضربها. وهاد الايام الاخيره كلها ما بقيناش تنشوفوهم نهائيا مجموعين، ما كيبان معها لا في الدار ولا خارج الدار. وسمعت بانهم في الطلاق بداو تيجريو على الطلاق. شفناها اليوم كذلك مشات للطبيب باش تعرف جنس الجنين، و100% عندها بنيته، لان سمعنا الطبيبه بانها كتقول بنوته، وهي كتقول عاد من بعد وغادي نقول لكم شكون. ومن بعد تفجرت بالبكاء وبقات تقول انا عندي مشاكل. هو الله يكون في العوان، ماشي سهل، لا من ناحيه الزوج ديالها، لا من ناحيه الاب ديالها اللي ما موجودش معاها، موجود في السجن، لا من ناحيه الام ديالها اللي دايره لها ما يدار. ما مدت يديها للصلح، ولكن اشي صلح ما كاين، كأن داكشي كله غير افلام وكذوب. وانا ما فهمتش داكشي كديروا الناموسه غير باش تطلع البوز. هادشي اللي كاين، اما شي صلح ما كاين وشي تنازلات ما كاينه. هاد البنت هذه
افعالها ما مزيانينش، وهادشي اللي كدير ما مزيانش، ولكن والله العظيم لبعض المرات كتبقى فيا، لان من حياة هادي كتعيش. ها هي دابا غادي تطلق من هذا السيد هذا وهي حامله، كيفاش غدوز مرحله الحمل كلها بوحدها، كيفاش بلا الام ديالها بلا الاب ديالها بلا الزوج ديالها بلا حتى شي حاجه، كيفاش غادي تولد، كيفاش غتربيها التربيه، شكون غادي يكون معاها، شكون غادي يوقف معاها. واش ام الفاسيه غتقابل يوسف اللي عاد خرج من السجن، ولا غتقابل راه حتى هي مرا كبيره مصاب، تقابل هي صحتها وتقابل هي وليدها، لويساتها ولا عماتها كيف ما كنقولوا، كل وحده وعايشه مع راجلها ومع وليداتها، وكل واحد متكلف بحياته. كيفاش هي غادي تتأقلم مع هاد الحياة الجديدة؟ دايره الدار، الكتاف ما كاينينش كيف ما كنشوفوها وكيف ما كنعرفوها، كتافها باردين، ماشي شي وحده اللي لاله مولاتي غادي تنوض وتدور وتصوب وتقاد وتهذا، دائما النعاس والخمول، وانتم كتشوفوا كل شيء على عينيكم. وعاد عساك عاد ملي غادي دير التربيه، واش غتقابل التربيه ولا غتقابل الدار ولا غتقابل الخروج والدخول، ولا راه الترابي راه ماشي سهلين. راه الواحد اليوم التربيه راه كتهد الواحد وكتسالي معاه، ماشي عساك ما بقاش داك بحال شحال هادي كل واحد تيقابل ولدو او بنته وتيعطيه الحب وتيعطيه هذا وكانوا الله يكون في العون، كانوا الامهات ديالنا كيعاونونا، كانت كل شيء كيعاون. ولكن هي الا بقات بوحدها راه ما تما ما فهمتش انا هاد الترابي كيفاش غادي تزاد، وكيفاش وتنقول انا راها زربت انها فكرت كاع في الحباله وفي الولاده. واش عباد الله باقي عندها 19 عام يلاه تزوجات وما عارفه بان هذا الزوج هذا ماشي صالح ليها، هذا الزوج هذا عارف المشاكل ديالها اللي كتعيشهم وتزوج معاها وهو دوز الحبس على يسرها، واش عمرو غينسى لها هذا الشيء؟ راه 100% تزوج معاها على يسر الفلوس وعلى يسر الادسنس، كيستافد منها وصافي. ولكن بغى يربيها على يديه وبغى يعوضها وهي نفسها قوية وما قداتش على داك الشيء، دائما في المشاكل ودائما في الغوات ودائما قل لي نقول لك وجرني نجربك ضربني نضربك، راه قالتها قالت لك هي هو تيضرب وانا كنضرب. واش هذه عيشه عباد الله؟ واش هذه حياه؟ والله يهدي ما خلق، الله يفكها على خير، ونتمناو لها ان شاء الله هاد الزواج ديالها يتعوض وما يكون لا طلاق لا حتى شي حاجه، وتفاهم هي والزوج ديالها ويبداو حياه جديده ويبداو الى هداها الله وهداه حتى هو الله. هاد لبنى ما دايره لها حتى شي حاجه، كيف ما شفنا راه من النهار الاول وهي كتحامي عليها، ومن النهار الاول وهي معاها في الشده وفي الفده، وكتقول لها اللي اتقلت عليك انا نخففها عليك، ودايره اكثر من جهدها، ولكن ما جبرتش يسرى هاد الجميل هذا ما تبرش فيها، كيف ما كتقول ما تمرش فيها نهائيا. حشومه وعيب. هاد لبنى ما درت لك والو ايسرى، انا تنظن انه تسرعتي بزاف وخديتي مواقف من جهة لبنى ما كانش تخصك تاخديهم. الام ديالك اللي تكرفصات عليك واللي دارت لك داكشي هي اللي كانت خصك تاخد منها هاد الموقف، ماشي بغيتي كاع تصالحي معاها وبغيتي طوي الصفحه وبغيتي تهدا. حنا ما غاديش نقولوا لك ما تصالحيش مع الام ديالك ولا ما ديريش ولا ما تهدي، هذيك الام ديالك خصك تصالحي معاها اليوم او غدا او هذا، ولكن هذيك مرات الاب ديالك راه ما دارت لك حتى شي حاجه اللي غادي تنفريها هكذا واللي غادي
تنكريها وتعامليها هذه المعاملة السيئة هذه هكذا. الله يهدي ما خلق، هادشي اللي غنقول. الله يتاويكم في الخير، والله يجمع ما بيناتكم، والله يألف ما بيناتكم. لبنى كيف ما كنا شفنا كانت قالت انها غادي تخوي فاس، غادي ترحل من فاس وغتمشي لشي جهة اخرى، ولكن في الاخير ما خلاهاش بكريشه، قال لها والو ما تمشيش وما تخويش فاس، وانا ما بقى لي والو، غنخرج من السجن. داكشي اللي كتب عليك الله ودوزتيه وانا ما كاينش معاك، غادي تكابري شويه وغتصبري شويه وغادي نكونوا ان شاء الله مجموعين. وبقات يتفلسف عليها وبقات والله ضحكاتني. قالت لك بدا تيقول لها ديري الشموع وديري لي ناب وديري وديري وديري. المهم باغي جلسات رومانسيه على ما فهمت. هي مسكينه كتبغيه وكتحبو، داكشي علاش جلست راها دابا ما بقاتش غادي تخرج من فاس، غتبقى بفاس. واخا قالت كلام ماشي هو هذاك فاس، ولكن الله يسامح ماشي مشكل، لسان ما فيها دم. المهم غادي تبقى فاس وغادي تبقى دي زنوبه الاب ديالها يشوفها لان العمر فيه في زنوبه كيبغي زنوبه وتيحماق عليها. راه واخا هاد المره ما مشاتش هي، صافطت زنوبه مع عمها يوسف. ولكن في الأخير شفنا بأنها حتى هي دخلت مع يوسف، وكان لقاء يوسف مع الأخ ديالو لقاء بالدموع وبالتعناق، وراكم عارفين راه خاه من دمه ولحمه، وبجوج كانوا في الحبس. راه لقاء صعيب وصعيب بزاف. المهم تعاودوا وتهاودوا وداروا كل شيء اللي تخصو يتقال واللي تخصو يدار، وهي بقات جالسه كتشوف فيهم. وبنتها كذلك زنوبة كانت في حضن الأب ديالها. هذا هو اللي كان اللقاء نهار الثلاث اللي كان يوم الزيارة. مشى يوسف ومشات هي ومشات زنوبة. ايوا المهم اخوتي اش غنقول لكم، كنتمنى ان يوسف ما يجاوبش على هاد الناس اللي كيهضروا دابا واللي باغيين يجبدوه باش يهضر، واللي باغيين يجبدوه باش يعود ويبدا يهضر على آية وعلى فؤاد وعلى سميتو. تخصو يكون بعقله، ما يهضرش في الماضي نهائيا، يخلي الصفحة يطويها بما فيها. سمعنا بأنه غادي يدير قناة إن شاء الله تكون عنده قناة ناجحة، يدير فيها فلوغات ديالو، يدير فيها إلا بغى يدير فيه نقد بناء ماشي مشكل يدير نقد بناء، ولكن داك الشيء اللي فات مات ما يعاودش يجبدو وما يعاودش يذكرو نهائيا. واحد الحاجة اللي بغيت نشير ليها كذلك هو الأخت آسيا اللي كتهضر بعض المرات في قناة الأم الفاسية. شحال ديال التعليقات ما بقاوش باغينها تهضر في القناة. نتمنى أنها تنسحب من ديك القناة إلا بغات دير قناة ديالها وتهضر فيها كيف ما بغات وتوصل الكلام اللي بغات هي، ولكن القناة ديال الأم ديالها تخليها الأم ديالها ولا اليوسف يهضروا كيف باباو فيها، لأن هما ما كيجرحوا ما كيبخوا كيف تنقولوا. يخليو داك القناة كيف ما كيبغيوها الناس وكيف ما كيبغيوها المتتبعين ديالها، لان شحال من وحده قالت لها الا عاود طلعتي القناه ديال الام الفاسيه راه حنا غنسحبوا من عندها. اذا كنطلب منك آسيا تبعدي كل البعد على هاد القناة هادي. يلا خوتي كان هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون راقكم. ما تنساوناش من التعاليق ديالكم وما تنساوناش من اللايكات اللي كتنساوهم دائما تنجبرهم ناقصين. كنتمنى انكم تهجموا عليا باللايكات وبالتعاليق، واللي مازال ما اشترك وبغى يشترك مرحبا به والف مرحبا.
نضرب لكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله. مع ألف ألف سلامة.